السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده هنعمله اكله اقتصاديه وسهله جدا. هنعمل اقراص العجه. كل مره بنعملها على طول صينيه، فقلت اجدد نعملها اقراص. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. معانا بصلتين كبار او 3 مقطعين قطع صغيره، وكل ما بتكتري البصل بيبقى العجه طعمها احلى. ومعانا فلفل اخضر متقطع قطع صغيره، وطماطميه صغيره قطع صغيره. ومعايا 4 بيضات وبقدونس و3 معالق دقيق. ومعايا ملح وفلفل اسود، وشويه شطه وشويه بهارات، 7. اي حاجه بتحبي تحطيها ممكن تحطيها. ومعايا اهم حاجه رشه بيكربوناتو. لو ما عندكيش بيكربوناتو ممكن تحطي بيكنج باودر. حطيت طاسة على النار وحطيت فيها شوية زيت، وهنزل بيها بالبصل. وزي ما قلت لك، كل ما بتكتري البصل كل ما العجة بتبقى طعمها حلو قوي. وكمان لما بتحطي كمية صغيرة، لما بتحمر بتكش يبقى حبة صغيرين. فانتي كتري البصل من الاول علشان الطعم، وعلشان لما يكش شوية. افضل اقلب فيه كده لغايه ما ياخد اللون الذهبي، يبقى كله لون ذهبي كده وحلو، ما يبقاش غامق. بعد ما ياخد اللون الذهبي الحلو معانا، هنزل عليه بقى بالفلفل الاخضر. طبعا عايزاه بارد او حراق، دي حاجه بقى براحتك. هنحط عليه كده الفلفل الاخضر ونديله تقلبتين، وهنروح نازلين بقى بالطماطمايه الصغيره اللي احنا كنا مقطعينها حتت صغيره. انا ما بحبش احط بصراحه طماطم كتير فيها لان بتخليها طريه، وانا ما بحبش العجه تبقى طريه خالص. بحبها ايه يعني ايه، تبقى ناشفه كده ماسكه نفسها شويه. فعشان كده بحط طماطمايه صغيره جدا تبقى جامده عشان ما تنزلش كمان ميه. اديها يا دوبك تقليبه كده، هروح نازله بقى بالبقدونس اللي احنا طبعا ايه غاسلينه ومقطعينه ومنشفينه، ما فيهوش ميه خالص. نزلت بالبقدونس كده، هديله بقى مش هسيبه كتير على النار عشان عايزاه برضو يفضل اخضر. هديله تقليبه والتانيه، وبعد كده هروح مطفيه عليه النار خالص. بعد ما طفيت عليه النار لازم بقى اسيبه لما يبرد. ما ينفعش احط اللي عليه البيض وهو سخن، هتلاقيه كده البيض استوى وكلكع معانا. لازم اسيبه يبرد خالص. بعد كده بقى بعد ما برد هروح نازله عليه بالبيض. اخد طبق البيض كده واديله بقى تقليبه كده بالمعلقه، اضربه واروح نازله عليه على الخليط. طبعا كميه البيض حسب ما انت عايزه. انا هنا حاطه 4 بيضات، طبعا انت حسب عدد افراد اسرتك. انا حاطه 4، وعلى فكره الاربعه بيعملوا كميه كبيره. وهروح نازله بقى بالملح والفلفل والشطه. اللي عايزها سبايسي تحطي شويه شطه. ممكن لو عايزه تحطي شويه كركم ممكن تحطي الكركم، اصلا مفيد جدا. واهم حاجه ما تنسيش شويه الكربوناتو. ترشي كده شويه كربوناتو هشه كده وخفيفه معانا وحلوه. لو ما عندكيش بيكربوناتو حطي رشه بيكنج باودر. وهاخد بقى 3 معالق الدقيق، هحط عليهم شويه ميه، وممكن تحطي عليهم شويه لبن، بس انا حط ميه بقتصد. حاطين بيض فقلت بقى اعمله بالميه. ونقلبه كويس قوي، ندوب الدقيق في الميه او في اللبن، ندوبه كويس قوي عشان ما يكتلش معانا. بعد كده اروح صباه فوق الخليط زي ما انتم شايفين، ونقلبه على طول علشان ما يكتلش معانا. نقلب بقى كل الخليط، وزي ما قلت لك لو حابه تحطي شويه كركم ممكن تحطي. الخليط بتاعي قلبته كويس قوي بقى حلو قوي. يلا بينا بقى نروح على البوتاجاز. نحط طاسه على النار ونحط فيها شويه زيت صغيرين، ولازم تسخن. اسيبها لما تسخن هروح جايبه كده بالمغرفه واروح حاطه شويه من الخليط. طبعا حسب المقاس اللي انت عايزاه. عايزه الاقراص صغيره عايزاها كبيره، دي براحتك. انا عامله الاقراص كبيره، فانت لو حباها تبقى صغيره ممكن تعمليها صغيره. هصب كده الخليط واسويه بالمغرفه كده بظهرها، وهسيبه على نار هاديه، ما تخليش النار عاليه علشان ما يتحرقش منك والبيض ما يستواش معانا. وعلى فكره ما بياخدش وقت خالص، بيستوى بسرعه. هسيبه كده لغايه ما احس ان هو تماسك من تحت. اهو شايفين كده، انا بشوفه بختبره. ابتدى يتماسك معايا، واول ما الاقيه تماسك من تحت هروح بالاسباتولا دي كده، هروح قلباه على الناحيه التانية. هيتقلب معاكي بكل سهوله وما تقلقيش. قلبت القرص كده زي ما انتوا شايفين بكل سهولة، وهسيبه برضو على نار هادية لغاية ما يستوى. ولو حسيتي ان من الناحية التانية ما استوتش كويس، اقلبيها برضو عشان تستوى معايا كويس. البيض ما بياخدش معانا وقت، كل حاجة مستوية هي بس البيض. ما بياخدش كل اصلا الاقراص بتاعتنا دي ما بتاخدش معانا 10 دقايق، وبتستوى على طول وبتبقى حلوة جدا. واول بقى ما يستوي من ناحيتين هنشيله ونكرر العمليه تاني. نحط برده شويه زيت صغيرين، واول ما يسخنوا طبعا الطاسه سخنه هنروحوا نازلين بقى بشويه من الخليط ونفردهم كده بظهر المغرفه،
ونسيبهم برضو على نار هادية لغاية ما يستوى. وأول طبعا ما يستوى من تحت ويتماسك هنروح قلبينه برضو بكل سهولة على الناحية التانية. الأقراص العجة طالعة معانا ما شاء الله، شايفينها عاملة ازاي، حلوة جدا وريحتها بقت تحفة وطعمها كمان أحلى. برضو بعد ما شلنا القرص التاني برضو هنحط شوية زيت وننزل بقى بشوية برضو من الخليط ونسيبه على نار هادية يستوى. وأول ما يتماسك نروح قلبينه برضو على الناحية التانية. أول ما يستوى هنروحوا شايلينه ونكرر لغاية ما نخلص كل الكمية بتاعتنا. خلصت الكمية بتاعتي كلها، انا على فكرة مش عاملة كمية كبيرة، خلصتها. وشايفين الاقراص ما شاء الله عليها متماسكة وطرية وحلوة جدا. طبعا انت في ايديك ان انت تعملي الاقراص تخينة او رفيعة، انا عاملاها وسط، لا تخينة قوي ولا رفيعة، فدي حاجة في ايديكي. وشايفين الاقراص لسه سخنة على ايديا، وريحتها بقى وطعمها ما اقولكوش تحفة. أقراص العجة حلوة وتحفة وجميلة جدا، طعمها حلو جدا، تنفعك على الفطار، تنفعك للغدا، تنفعك للعشاء. وجبة متكاملة فيها خضرة وفيها بصل وفيها الدقيق والبيض، بأربع بيضات بس عملنا الكمية دي تأكل عيلة، وطعمها حلو جدا. أكلة اقتصادية وموفرة بأربع بيضات بس. جربيها وهتعجبك إن شاء الله. وأهم حاجة ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.